السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة ان شاء الله هنعمل لكم الباف ده بتاع تسريحة، مش هيتساب كده، لازما هيبقى فيه شكل. برضو انا حاطط له هنا سفنجة 10 سنتي 45، فالخشب 35 سنتي، والعشرة يبقى 45، يعني القاعدة المظبوطة. طب هل انا مش هحط له رجول؟ لا، هحط له رجول، بس هتبقى رجول سنتي، يعني حاجة زي دي كده اهو. دي بتركب تحت، ما بيبقاش ارتفاعها طويل، هي يا دوبك سنتي. اما بالنسبه للارتفاع ده، الارتفاع المعقول، بحيث اللي يبقى قاعد عليه مرتاح ماشي، ما ينفعش اقل من كده ولا اعلى من كده. ده اللي هو المفروض اللي هو الستاندرد. ده قطره 35 في 35 داير ما يدور. انا هعمل هنا شكل الخياطه اللي هو هيبقى قماش، ده حته عبك، هنا في سفنجة 2 سنتي، طبعا كثافة عالية بتاعتها، مش اللي هو الجديد والكلام لا، انا بجيب درجة تانية زي ما انا فهمتكم، فبيبقى فيه كثافات عالية ما بتبقاش موجودة في الجديد، ودي اللي انا بستخدمها على طول في شغلي. عشان كده بيبقى فيه افضلية في شغلي، اللي بالنسبة للعملاء بديهم خامات عالية مش موجودة في السوق كجديد، الا لو حد يشتري اللي هي الدرجه الثانيه دي، فطبعا بتبقى اغلى من الاولى، من اللي هي الجديده يعني. طبعا ده البوف هعمل انا شكل عليه، هيبقى فيه خياطه على السفنج والقماش. ديت القماشه، ده قماش كتان، ده هيتعمل بيه الداير ما يدور، وانا قصيت هنا الداير بتاعي على السفنج. طبعا انا ما اعرفش انا ظاهر دلوقتي ولا كلي ولا نصي، عشان انا بصور لوحدي، المصور مش موجود. هنجيب هنا السفنجه بتاعتي اهي، وده العبك هنلزقوه، وبعد كده هنلزقوا القماش الناحية التانية. تابعوني يعني. كده انا رشيت الحرف بتاع السفنجة، وبحط عليها العبك بتاعي كده، هي خلاص لزقت. بعد كده ده البداية عشان خاطر نبقوا شغالين صح. طبعا انا ما يشغلنيش يتلزق كله حتة منه، ما يشغلنيش كل ده. اللي يشغلني كله اللي هي تبقى ثابتة على السفنجة. في بقى حتت ما خدتش، كل حتت خدت مش هتفرق، اهم حاجة تكون ماسكة عليها عشان اعرف اخيط عليها القماش من الناحية التانية. طبعا دي فايدتها ايه؟ فايدتها اللي انا هحط دي واخيطها على المكنة. لو حطيتها سفنج بس، اولا مش هتمشي، دي حاجة. الحاجة التانية هتقطع السفنج، دي حاجة. واهم حاجة اللي مش هتعمل لي النغزة اللي هي البومبي بتاع الخياطة اللي انا عايزه، دي اللي هتعمل، لانها بتقطم معايا من الناحية التانية من الخياطة، تقطم معايا السفنج، وده المطلوب اثباته. انا بقول تفاصيل ياما، بس اللي عايز يتعلم ويفهم لازم يتابع كل كلمة انا بقولها، عشان يبقى فاهم هو الشغلة ماشية ازاي. هكمل مش شرط تكون حتة واحدة، اللي هي الحتة العبك دي مش شرط، ممكن اعملها على حتتين 3 20 حتة، المهم تبقى مقفولة بس مش اكتر. كده بقى نخش على مرحلة القماش. دي كده السفنجة بتاعتي، وهنجيبه القماش بتاعنا ماشي. عدل السفنج فين؟ عدل السفنج اهو، هنا مطرح ما انا قاصص، فممكن هنا يبقى فيه داخل جوه شويه طالع بره شويه، لان كده كده هيتقص هيتعدل يعني. بس هنا قصة المصنع، فهناخد بقى عدل السفنج مع عدل القماش، عشان يبقى انا كده ماشي ايه، مظبوط تمام. كده الجزء اللي قدام ده بقى باشا، هنخش بقى على كده. انا بقى ايه فاضل لي ايه؟ اللي انا هعلم التقليمه بتاعتي، وبعد كده هخيط. نبدا العلام بتاعنا، هنجيبه كده
اعملها كل قد ايه مثلا؟ هعمل كل ما بين خط وخط 5 سنتي وارجع لكم تاني. وهنعمله الخياطه بتاعتنا. طبعا هنمشوا على العلام ده. اهم حاجه في الموضوع دوت، شايفين القلم الاحمر اللي انا عامله، القلم الجاف ده الاحمر ده همشي عليه. ما ينفعش امشي من ورا. طب ليه ما ينفعش؟ عشان هنا لو انا خيطت من هنا البروز بتاعي هيطلع هنا، لو انا خيطت ورا البروز هيطلع ورا وهيبقى قدام هنا حاجة بسيطة. فيبقى انا عملت ايه؟ الاولى هنا. طبعا هما بيعلموا هنا عشان خاطر القماش ما يبانش فيه الجاف. لا، الجاف دوت طبعا هقول لكم حاجة سهلة تطلعوا بيها الحاجة ديت زي السحر كده. هتعملوا ايه؟ هتجيبوا سبيرتو احمر، سبيرتو، اي سبيرتو. السبيرتو بيطلع الجاف. يعني لو جبت سبيرتو دلوقتي وعملت كده كل ده راح. ده حل للعلامات دي. يعني انا ده انا عارفه، بس ايه، انا بعمل كده وبشتغل وبحط الفتله بتاعتي زي ما انتم شايفين كده بتبقى تخينه، فما بيبانش الكلام ده. لو افترضنا اللي هو هيبان، لو افترضنا هيبان، بعمل سبيرتو. السبيرتو بيطلع البتاع قوام وبيطير، فما بيسيبش اي علامات حتى لو قماشه بيضه. تمام كده. احنا بقى ايه، هنشتغلوا ونخيطوا الحاجه ديت وتابعوني وانا بخيط. طبعا هنا انا كلمت لكم على المكنه. المكنه ديت ميزتها اللي هي 12 عيار، في نفس الوقت سنجر. سنجر يعني الخياطات اللي هي العاديه، وفي نفس الوقت 12 عيار وكروشيه كبير، يعني بتعمل جلد، حاجات خانات زي بتوع جلد والكلام ده، بيعملوا شنط والكلام ده، فبيبقى ليهم مكنه مخصوصه. طبعا ديت واخده الدبل ده وده، يعني تمشي ده وتمشي ده في نفس مكنه واحده كده. انا بقى ايه، هشتغل واخيط وهتتفرجوا على الخياطه بتاعتها. اول حاجه هعملها ايه هي؟ لازم انا ابروز الشغل بتاعي. ما ينفعش اقطع على طول، لا، لازم ابروز السفنجه اللي معايا، القماشه اللي معايا. ازاي؟ اوريكم ازاي. هنبتدي من هنا، نرفع الدواس بتاعنا ونمشي كده على الحرف. ماشي. طبعا هنا نفتح العيار بتاعنا، بسم الله. طبعا انا هنا معايا بفضل الله المكنه المش بتاعها عالي، زيه زي اكني مركب البولر اللي هو زي السحاب كده. انا خلصت. طب انا ما عملتش ديت ليه؟ عشان دي هتبقى تحت، فلو انا عملت هنا كده قطمتها وقطمتها هيبقى شكلها هيبان، فانا مش عايز الكلام ده. انا قاطم هنا عشان هنا هيبقى فيه خياطات التجميع بتاع القماش وبعض. طبعا انا هبتدي من هنا. طب هنا هيجمع؟ هيجمع. هقعد الف في السفنجه لغايه اما اخليها زي الحزمه تحت المكنه بتاعتي كده. هنخيطوا بقى الخطوط ديت مع بعضينا. طبعا هنا انا كنت فاتح العيار كده، انا هقفله شويه عشان كل ما بيتقفل العيار كل ما بيقطم معايا السفنج. لو فتحت العيار هتبقى مفيش قطم في السفنج باين قوي. كده خيطنا القماشه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده السفنجه. هنا شايفين التخانه هنا عامله ازاي، وهنا تعتبر مسطحه مش زي دي. عشان كده لازما اللي يخيط من فوق من على الوش. في حاجه تانية برضو، طبعا انا مخيط هنا زي ما انتم شايفين. عايز ما تبينش الخياطه ذات نفسها، مفيش مشاكل، تداير كده الخياطه دي. شايفين الخياطه دي؟ وتيجوا جايين تانيينها كده على المكنه ومخيطين، وهكذا. اصبح كده تيجي تقلب هتلاقي الخياطه مش ظاهره. ده لو انت مش عايز تبين
الخياطه بتاعتك. طبعا كل التفاصيل ديت فنيات، يعني الحمد لله الواحد بيطلعها للناس كلها، ما بيبخلش على حد. هنيجي بقى ايه لاهم حاجه، اللي هي هنعمل وش بتاعنا اللي هو بتاع القعده من فوق، وهيتخيط على السفنج بتاعنا. طبعا انا هنا اللي مساعدني ايه، اللي انا خيطت في البدايه، فاكرين ده متخيط، فكده هيريح معايا وانا بخيط دوت، مش هيزعلني في اي حاجه. اما انا لو انا مش مخيط بقى هيبقى عامل زي ده مفتح كده، واقعد الم ويعمل لي كسر قماش وبتاع وهيقرفني. فانا كده بقى ايه ابتدي. طبعا هنا ده الغلاء بتاعي، يعني هلف على الدوران بتاعي على القماشه دي، وهيجيلي هنا اهو، وبعد كده بوريلكم التقفيل ازاي. طبعا انا بعوج اللي معايا دوت عشان خاطر يمشي معايا مع الدوران. كل ما احس ان في دوران عاصي معايا لازما اعمل السفنجه كده. وبعدين انا مخلي العدل تحت والسفنج العافي تحت، والقماشه بس اللي انا ماسكها اللي انا بتحكم فيها. فاللي متحكم في السفنجه ديت تحت هي المكنه، دايساها تحت. اما انا لو خليتها فوق انا اللي هتقرف واقعد اجيب كده واجيب كده، فهتخنقني، غير اللي هي هتبقى مكلبشه في سقف او في وش المكنه، فمش هتعرف تتحرك، ولا انا هعرف اشوف، ولا هعرف اعمل اي حاجه. فكده الافضل يعني. الفيديو طال مش مشكله، بس تتعلم ازاي، لان انا الحاجات ديت انا بوريها الناس بيزيدوا علم في حته التنجيد، يعرفوا الخبايا بتاعتها ازاي ويتعلموا ازاي. وفي منجدين ما يعرفوش، وفي ناس عايزه تتعلم الصنعه لكن مفيش مجال يتعلموا فين. فالحاجات ديت انا بوريها ليكوا. طبعا الحاجات ديت انا بعملها بفضل الله، لله، مش لحاجه يعني. انا قادر ان انا اعمل فيديو عادي وخلاص على كده. كل ما احس ان ايه في عصيان بنيجي جاي تاني السفنجه، وهنا القماشه دي بعملها لتحت كده وهي مرتاحه، ما شدهاش، لان ديت لو شدتها هتمط معايا، هلاقيها واسعه فوق. ليه؟ لان هي معموله مش العدل بتاعها، لا متقطعه، ففي اماكن هتمط معايا القماشه. طبعا اي دورانات في التنجيد بتبقى من اصعب حاجه على المنجد لو هو مش فاهمان. اما انا لما الواحد بيبقى حابب صنعته بيدور اصلا على الحاجه اللي هي فيها فنيات وفيها الحاجات الصعبه، بيبقى شغال وهو متمزج. الحاجات ديت بتطلع الفينش بتاعها بيبقى شكله جميل. كده انا وصلت لاخر مرحله زي ما انتم شايفين كده. انا هقفل السفنجه بتاعتي. انا هنا وقفت خلاص. طبعا هنا لقاء القماش بالقماش. طبعا انا عامل حاجه ديت ومسنطره وسايب زياده في القماش والسفنجه عشان خاطر قيمه الخياطه دي بتلم بتكش القماش. فانا كده يعني لما تيجي تلف القماش على بتاع بالسفنج لازم تزود بتاع حوالي 10 سنتي في السفنج وفي القماش، عشان خاطر الخياطات ديت بتقلل القماش بالكش. كده انا بقى ايه هنضم ده مع ده ونخيط. كده انا خلاص خيطت. اقلبها بقى، اشيل الزياده ديت الاول. كده نقلب معانا الباف، وبكده بقى معانا الباف كده خلاص كقماش كده يتلبس. وكده نهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.